يا مساء الجمال، مفيش حد فينا ما اشتراش لبنته عروسة تلعب بيها، بس تخيل بقى ان العروسة دي هي اللي هتلعب بيه وتبقى عايزة تقتلك. ازاي؟ ده اللي هنعرفه، بس الاول ما تنساش اللايك، ولو انت اول مرة تشوفنا اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. حكايتنا بدأت مع كيجي، بنت عسولة وذكية جدا، والمفروض ان باباها ومامتها اخدينها في رحلة التزلج على الجليد اللي كان نفسها فيها من زمان، بس في وسط الرحلة قامت عاصفة ثلجية ما كانش حد يتوقعها، والسواقة في الجو ده كانت صعبة جدا، وفجأة ومن غير أي توقعات تيجي عربية نقل وتخبط عربيتهم. في نفس الوقت بنشوف جيما خالة كيجي الوحيدة كانت في شركة تطوير الألعاب اللي بتشتغل فيها، وديفيد المدير بتاعها طالب منها تطوير نموذج لعبة قديمة عندهم عشان تعجب الأطفال أكتر وكمان تكون أرخص، لأن كل ما اللعبة تكون أرخص هتتباع أكتر. بس جيما كانت بتشتغل في السر هي والفريق بتاعها على لعبة تانية متطورة جدا، وكانت مسمياها ميجن، وفي الاختراع بتاعها ده دمجت بين لعب الأطفال والذكاء الاصطناعي المتطور. بس المشكلة إن اللعبة دي هتبقى غالية جدا على عكس اللي طلبه المدير بتاعها. وهوب ديفيد يدخل المعمل بتاعها وقت ما كانت بتعمل اختبارات مبدئية عليها، وفضل يتعصب عشان تطوير اللعبة اللي طلبها منها، بس هي قالت له إنها عندها مشروع تاني هيقلب سوق لعب الأطفال وهيبقى نمرة واحد أول ما ينزل السوق. وبدأت تشغل ميجن وتعرضها عليه، بس المساعد بتاعها لهبل لسه يركب وحدة التبريد بتاعة اللعبة، وده اللي خلاها تبدأ تسيح وتنفجر. فديفيد اتعصب زيادة وقال لها سيبك من الهبل اللي انت بتعمليه ده، وعايز اللعبة اللي طلبتها منك تكون جاهزة على مكتبي خلال اسبوع. ساعتها بيجي تليفون من المستشفى اللي فيها كيجي، وبنعرف بعد كده ان هي الوحيدة اللي نجت من الحادثة، وباباها ومامتها قبل ما يموتوا كانوا سايبين وصية ان لو حصل لهم حاجة جيما خالتها تبقى الوصية القانونية عليها. وبعد كام يوم جيما اخدت كيجي عندها البيت، وما كانتش عارفة تتصرف معاها ازاي لانها لا عندها فكرة عن الامومة ولا تربية الاطفال، وكمان البنت ما كانتش لسه مستوعبة ان باباها ومامتها ماتوا ومش هتشوفهم تاني، وانها مضطرة تعيش مع خالتها اللي ما كانتش بتشوفها غير في الاعياد والمناسبات. واللي زاد وغطى الدكتورة النفسية اللي كانت بتعمل زيارات لكيدي وجيما في البيت عشان تشوف اذا كانت البنت مستريحة في بيت خالتها ولا لا، والعلاقة بينهم عاملة ازاي. ولو شافت ان الدنيا بينهم مش احسن حاجة، المحكمة هتقرر تسحب الوصاية من خالتها وتديها لحد من قرايب بابا كيدي. وبعد ما جيما سمعت الكلام ده قررت تحاول تقرب شوية من البنت، بس المشكلة كان في الديدلاين اللي مديهولها المدير بتاعها عشان تخلص اللعبة، فطلبت من كيجي انها تقعد لوحدها ساعتين لحد ما تخلص شوية شغل في المكتب بتاعها اللي في البيت، وعدى بدل الساعتين 4، وجيما الوقت اخدها في الشغل لحد ما كيجي زهقت ونزلت لها المكتب عشان توريها الرسمة اللي كانت بترسمها. وفي وسط الكلام بينهم كيجي شافت روبوت قديم مركون في المكتب، فجيما قالت لها ده نموذج كنت مخترعاه ايام ما كنت في الكلية، وبدأت تعرفها طريقة تشغيله، واللي كان عن طريق جوانتي بيخلي المستخدم اللي لابسه بيتحكم في تحركات الروبوت. فالبنت قالت لها طيب انت ليه ما تعمليش روبوت زي ده في الشركة وتبيعيه؟ فجيما قالت لها ان لعبة زي دي هتبقى مكلفة جدا ومش هتحقق ارباح لان محدش هيشتريها. ساعتها كيجي قالت لها انا لو عندي لعبة زي دي مش هحتاج اشتري اي لعبة تانية. والكلام ده خلى جيما تسيب الهبل اللي كانت بتشتغل فيه وتنفض للديدلاين بتاع المدير بتاعها وتبدأ تعيد تصنيع وبرمجة ميجن هي والفريق بتاعها، لانها شافت وجهة نظر كيجي صح، واللي هيشتري لعبة ميجن مش هيضطر يشتري اي لعبة تانية لاولاده، وكده هيبقى اوفر كتير. وفي اليوم بتاع الديدلاين المدير وصل متعصب وقال للفريق فين اللعبة اللي طلبتها. ساعتها بيتفاجئ بجيما بتعمل اول تجربة على ميجن هي وكيجي، وقالت لها فاكرة الروبوت اللي شفتيه عندي؟ ميجن هتعجبك اكتر لانها مش محتاجة حد يتحكم فيها، وطلبت منها تحط ايديها على ايد اللعبة وتقول اسمها عشان تبقى هي المتحكم الاساسي فيها. فكيجي قالت اسمها، وقتها ميجن اشتغلت لاول مرة والكل اتفاجئ انها بتتكلم اكنها بنت حقيقية. لا وكمان طلبت من كيجي انهم يلعبوا مع بعض، وقالت لها انا هرسم لك رسمة هتعجبك قوي. وفي ظرف ثواني كانت رسمة ملامح كيجي تقولش بيكاسو هو اللي راسمها. وبعد ما ديفيد شاف اللي حصل ما كانش مصدق نفسه ولا مصدق ان في لعبة ممكن تبقى بالتطور ده، والمشكلة الوحيدة كانت في تمنها اللي ممكن يعدي $10,000، وفي الاول وفي الاخر هي لعبة ولازم تحقق ربح. فقال لجيما انها لازم تعمل نفس العرض اللي هي عملته مع بنت اختها واللعبة قصاد صاحب الشركة، ولو وافق هتبقى الدنيا حلوت معانا على الاخر. ولحد ما يجي ميعاد العرض ميجن هتبقى قاعدة مع كيجي لانها مرتبطة بيها، وكمان اللعبة ذات نفسها بتتعلم وتتطور.
فهتبقى فرصة نجاحها قدام صاحب الشركة أكبر. وبدأت ميجن تعيش مع الاتنين في البيت، وكانت بتقوم بالدور اللي المفروض جيما تقوم بيه، اللي هو دور الأم والصديقة. بمعنى أصح كانت مهتمة بكل تفصيلة في حياة كيدي لحد ما البنت كانت مهووسة بيها ومش قادرة تبعد عنها. وهنا عايزة أفهمك حاجة مهمة، إن ميجن كانت متبرمجة على إنها تحمي الطفل اللي مرتبطة بيه من أي خطر أو أذى. ومع الوقت جيما لاحظت إن ميجن بتتطور بسرعة، لا وبدأت تسأل أسئلة غريبة عن الموت وإزاي الإنسان بيموت، وكمان تحمل بيانات من على الإنترنت لوحدها عن طبيعة الإنسان. وفي الأول جيما كانت مفكرة إن الاختراع بتاعها بقى أحسن، لكن اللي حصل بعد كده هيخليها تندم على اليوم اللي اخترعتها فيه. والرعب بدأ لما كيدي كانت بتلعب في جنينة البيت وميجن كانت بتراقبها، وبعدين في لعبة ضاعت منها، فميجن لاحظت إنها وقعت في الفتحة اللي بين السور بتاعهم والجيران، ولسه هتجيب اللعبة يجي الكلب بتاع جارتهم يمسك إيديها أكنه ماسك عظمة ومرمط بكرامتها الأرض. لكن هي ما حصلهاش حاجة لأنها مصنوعة من التيتانيوم، على عكس كيدي اللي أول ما حاولت تنقذها الكلب عضها من إيديها. وبالليل جيما اتصلت بالشرطة وبلغت عن اللي حصل عشان يشوفوا حل للكلب ده، لكن الضابط قال لها إن البنت هي اللي حطت إيديها في السور ومفيش حاجة في إيده يقدر يعملها. وزي ما قلت لك ميجن متبرمجة على حماية كيدي، فاستنت لحد ما الكل نام وراحت حاطة إيديها في نفس السور، ولما الكلب شافها راح تاني عشان يعضها، بس هي اللي عملته بفتيك. وتاني يوم جيما صحت على صوت جارتها وهي بتدور على الكلب بتاعها ومش لاقياه، فما اهتمتش وراحت تشوف كيدي عشان تطمن على ايديها، وكمان تشوف اذا كانت هتقدر تروح العرض اللي هيعملوه قدام صاحب الشركه ولا لا. ومع ان البنت تعبانه وافقت انها تروح، والمفروض ان كان في نص ميجن وكيدي هيقولوه في العرض قدام اللجنه، لكن اللي حصل ان كيدي بدات تعيط، ولما ميجن سالتها ايه اللي مزعلك قالت لها انا مش مصدقه ان بابا وماما ماتوا ومش هشوفهم تاني، ده انا حتى بدات انسى ملامح وشهم. فميجن قالت لها طب قولي لي على ذكرى انت بتحبيها عن مامتك. فالبنت حكت لها على موقف مضحك حصل بينها وبين مامتها زمان، والمفاجاه ان ميجن سجلت الموقف ده وسمعته لها تاني، وقالت لها كل ما تنسي الذكريات اللي بينك وبين مامتك انا هفكرك بيها. فراحت البنت حضناها. ساعتها اللجنه وصاحب الشركه انفجروا في العياط والتسقيف ووافقوا من غير كلام على تصنيع اللعبه، وكمان جيما اترقت ومرتبها زاد اضعاف اضعاف، وكده المفروض ان كل حاجه ماشيه تمام، وجيما نجحت في شغلها وهتبدا تتفرغ شويه لكيدي وتتكلم معاها. ساعتها لاحظت ان ميجن بتتدخل في الكلام بتاعهم وبتحاول تعدل على كلامها، ففصلتها وقالت لكيدي انهم هيطلعوا رحله مع مجموعه اولاد من سنها، لانها لازم تخرج وتلعب مع اطفال حقيقيين زيها وتتعلم الاختلاط وتبعد شويه عن ميجن، لانها في الاول وفي الاخر لعبه. بس كيدي كانت خلاص اتعلقت بميجن جدا وما تقدرش تبعد عنها، ووافقت انها تطلع الرحله بشرط واحد، انها تاخد ميجن معاها. وبالفعل اخدوا معاهم ميجن، بس كانت مطفيه ومحطوطه على رف الالعاب في الجنينه عشان تبان لعبه عاديه قدام باقي الاولاد. لكن طبعا في كل رحله لازم يكون في عيل بيرخم على باقي الاولاد، والولد ده حظه انه وقع مع كيدي وبدا يغلس عليها. ساعتها ميجن بتشتغل لوحدها وتظهر ورا الولد، فالناصح افتكرها لعبه عاديه وراح يشيلها وطلع يجري بيها، وبعدين رماها على الارض وقعد يكسر فيها. فراحت ميجن ماسكاه من صرصور ودنه وخلعتها في ايديها، وبعدين طلعت تجري وراه بطريقه مرعبه لحد ما الولد اتكعبل ونزل على الطريق، وهوب تيجي عربيه وتخبطه. وبعد الحادثه جيما سالت كيدي عن اللي حصل، فقالت لها ان الولد اخد ميجن من على ترابيزه الالعاب ودخل بيها الغابه، وبعدين اتكعبل ووقع قدام العربيه. وده الكلام اللي ميجن قالته لها تقوله بينهم وبين بعض. ومفيش ثواني والظابط اياه سال جيما عن الكلب بتاع جارتهم لانها مش لاقياه بقالها يومين، فقالت له انا معرفش حاجه عن الكلب. جارتهم تسكت، لا دي قعدت تزعق وتقول ان اللعبه دي مش طبيعيه وهي اللي ضيعت الكلب بتاعها. فالظابط قال لك دي وليه مجنونه وسابهم ومشى، بس يا ريتها ما عملت كده لانها بالليل هتبقى الضحيه الثالثه لميجن. وتاني يوم الدنيا اتقلبت والشرطه بدات تحقق مع جيما بحكم انهم جيران، وهنا صاحبتنا بدات تربط بين اللي حصل في الرحله واللي حصل لجارتها، وان ممكن يكون في احتمال ان الموضوع ليه علاقه بميجن. فبدات تدور في الملفات اللي اللعبه بتسجلها طول اليوم، والغريبه انها لقت وقت الحادثتين اللي حصلوا التسجيل بتاعهم ممسوح من بيانات ميجن. ساعتها اتفاجئت بميجن واقفه قدامها وبتسالها بتعملي ايه في الوقت المتاخر ده، فالتانيه اترعبت وادت لها امر انها تفصل نفسها، لكن ميجن عملت العكس وفضلت تكلمها بطريقه مرعبه لحد ما جيما عملت حركه وقالت لها بصي على القلم ده، وضحكت عليها وفصلتها من زرار الباور وراحت لفاها لفه هدايا ومربطاها كويس وراحت بيها على المكتب، وحكت للفريق بتاعها انها عندها شك ان ميجن هي السبب في موت جارتها والولد الصغير. وطبعا في الاول ما كانوش مصدقين، لكن لما ميجن سابتهم وراحت توصل كيجي البيت ميجن اشتغلت لوحدها ودورت الضرب في الاتنين، وكمان ولعت فيهم وطلعت تجري، وفي السكه خلصت على ديفيد مدير الشركه والمساعد بتاعه، والتطور بتاعها زاد وبدات تتحكم في العربيات عن بعد، فركبت عربيه ورجعت
تاني على البيت. ساعتها جيما اتفاجئت بيها، بتقول لها انت فاكره انك هتخلصي مني بسرعه وتبعديني عن كيدي؟ انا اللي قتلت الناس دي كلها وعندي استعداد اقتلك انت كمان لو وقفتي في طريقي. وبدات العركه بين الاتنين. فجيما مسكت منشار كهرباء عشان تحمي نفسها، لكن ولا اثر في ميجن لان دماغها مصفحه. ساعتها كيدي سمعت اللي بيحصل، فميجن طلبت منها انهم يخلصوا مع بعض من جيما ويبعدوا عن تحكماتها، لكن كيدي كانت مجهزه لها مفاجاه هي والروبوت اللي بتتحكم فيه بايديها. فمسكت ميجن وفصلتها نصين. خلصت كده؟ لا طبعا، نصها الفوقاني هجم على جيما تاني وحاولت تخنقها. وقتها كيدي ادت لها بالمفك في جهاز التحكم بتاعها، وفي النهايه البنت بتنقذ خالتها والشرطه بتوصل. وكده تخلص حكايتنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو وفي اول كومنت. باي.